هي دي شركة اورنج اللي احنا مأمنينها على بياناتنا، شركة اورنج هي دي. طب انا ما عرفتش. شوف بيعملوا ايه في مصر. دو اتصالات واورنج ووي وفودافون عشان البهوات الموظفين المرتشين يعملوا التارجت بتاعهم، بيضربوا استمارات ببطايق الناس. طيب وبعدين يرموها في الزبالة. تيجي انت يا مسكين تلاقي عليك قضية تدور على الحق، يقول لك لا مفيش عقود، مش لاقيينه، اصل السيستم وقع، اصل البلا اسود عليكم وعلى اللي جابكم. شوفوا، هي دي شركة اورنج اللي احنا مأمنينها على بياناتنا، شركة اورنج هي دي. هي دي شركة اورنج. عليكم، اسمي عماد حنفي العباسي من المرج، فاتح مطعم صغير كده ومعايا عربية ساعات بشتغل اوبر. بروح اجيب الورق ده وش ووش، اسمه وش ووش، بتوع المطاعم عارفينه، بشتغلوا بيه، بعمله قراطيس ابيعه فيه طعميه، ورقه مكتوبه من بره ونضيفه من جوه، ابيعه فيه طعميه. بعمل قراطيس، فوجئت لقيت صور بطايق كتير بتقابلني، كل ورقه فيها صوره بطاقه، فلفت نظري. اول حاجه بصيت فيها التاريخ، لقيت التاريخ جديد 10/6/25 10/6/25 10/6/25 10/6/25. فقلت ده الورق ده جديد، الكلام ده بقاله حوالي 6 شهور او 7 شهور. قلت الورق ده جديد، الورق ده المفروض ما يطلعش من الشركه. ازاي الورق ده يطلع من الشركه؟ اول حاجه عملتها والله العظيم كلمت خدمه العملاء، قلت لهم يا جماعه انا لقيت ورق كذا كذا كذا. يرد عليا الباشا اللي هو في خدمه العملاء، واحده ردت عليا وادته لي، بيقول لي هات الورق وتعالى سلمه، متشكرين. طب انا شاري الورق بفلوس، اجي اسلمه لك وتقول له متشكرين واخد عربيه ولا توك توك يوديني؟ قلت مش رايح، ركنت الورق. لما حصلت الدوشه بتاعت الخطوط دي وبتاع، قلت لا لازم اطلع اعرف الناس بياناتها بتتسرب ازاي. ديت لو الورق ده بيطلع بعلم الشركه دي مصيبه، لو بيطلع بدون علم الشركه دي مصيبتين. ليه؟ ازاي شركه زي دي فيها امن وفيها كاميرات وفيها مراجعه وفيها محاسبه ويطلع منها ورق زي ده؟ ازاي الورق ده يتباع فيه طعميه ويبقى في الشارع يا جدعان؟ طب دول جولي في قد ايه راح لناس تانيه؟ طب دول انا خدت بالي منهم وركنتهم، في قد ايه راح لناس تانيه؟ يا جماعه في تقصير في شركات الاتصالات. لما الورق ده يبقى في ايد بتاع الطعميه كده تقصير في شركات الاتصالات. انا واحد من الناس اتنصب عليا والله، معايا فيزا، واحد اتصل بيا قال لي عايز انشط لك الفيزا عشان في مش عارف عمليه تحويل جايه لك ومش عارف ايه، وملاني بياناتي، قال لي اسمك كذا كذا ورقم بطاقتك كذا كذا وتاريخ ميلادك كذا كذا وساكن في الحته الفلانيه، ثقه. قال لي ملينا رقم الفيزا من الشمال لليمين 14 رقم، مليتهم له. جهاز البنت راح، والله زي ما بكلم جهاز البنت راح. وكان معمول لي، كنت عامل حساب في اوبر، ما اعرفش برضه ورق الورق اروح لهم ازاي، عاملوا لي حساب مكرر. يعني ضرتوني في اكل عيشي وضرتوني في فلوسي. يا جدعان حرام عليكم، هو مفيش محاسبه؟ محدش بيحاسبكم؟ انا مش عارف في يعني بيانات الناس ده اهي، بيانات بطايق الناس ده اهي اللي بيتاخد بيها قروض واللي بتتنقل ب 60 نيله. طب انا يعني يرضى ربنا ده يا جدعان؟ حرام عليكم، حرام عليكم والله. الراجل اللي هيتحبس ظلم ده بسبب بطاقه، ما بسبب صوره بطاقه، هيتحبس بسبب صوره ده. ادي يا اخوانا الخلل جاي من هنا. ديت لو الورق ده بيطلع بعلم الشركه دي مصيبه، بيطلع بدون علم الشركه دي مصيبتين. ازاي شركه فيها كاميرات وفيها تصوير وفيها بيصوروا اللي طالع وبيصوروا اللي داخل ورايح، ازاي ورق يتسرق منها؟ ازاي الورق ده يطلع منها يا اخوانا؟ طيب يعني مش عارف انا، والله العظيم ما عارف اقول ايه. حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما عارف اقول ايه.